برج الجوزاء الهوائي، واخيرا الشمس موجوده في بيتكم ال 12. ميلاد القمر هيكون في برج الثور بيتك ال 12، ده ممكن يبقى عامل شويه قلق معاك، لكن الثور هيكون موجود في الشمس بعدها بتنتقل اليك انت على طول بعدها بيومين، يعني من بعد 29 ان شاء الله بتكون الشمس عندك من يوم 2 5 تكون الشمس في بيتك انت، وده بيدي لك شويه راحه بعد ازمات وبعد تعب. برج الجوزاء ممكن تكون بتسعى الى سفر، لكن مع الاسف السفر ده مش هيتم زي ما انت عايزه يتم. ممكن تكون بتسعى الى تحقيق ثروه، انصحك تاجل الكلام دوت لغايه يوم 20 5. من يوم 25 ان شاء الله المشتري هينتقل من عندك، من يوم 18 بالظبط 6 هينتقل المشتري من عندك وهيروح لبرج السرطان بيت المال. هنا بقول لك ابتدي فكر في الاجراءات الماديه اللي انت عايزها، لكن الشهر ده حاول ان انت تكون مسترخي وتكون هادئ وتكون عارف انت عايز توصل لايه، لكن بهدوء. حط خطط، حاول ان انت تكون خططك كمان خطط مركزه على مكاسب، على راحه، على هدوء، لان انت الشهر ده ممكن ما يكونش عندك هدوء، ممكن يكون فيه شويه عصبيه، ممكن يكون فيه شويه كمان تعب على مستوى العلاقات بالذات، او علاقاتك مع حبيبك، علاقاتك مع اسرتك، علاقاتك مع زمايلك في الشغل، مع شريكك، مع كل حاجه، لانه المريخ تواجد في بيتك الثالث بيت العلاقات. بس ده مش معناه ان كل العلاقات عندك هتكون بايظه، ممكن جدا يكون في علاقات كتير هتنهدم وعلاقات تانية هتتبني وهتكون علاقات حلوه جدا جدا. طبعا احنا مع وجود توليفه كوكبيه كبيره من الشمس وعطارد والزهره موجودين في برج الثور بيتك ال 12، فده بيدي تخفيف شويه، لان عطارد عاده بيبقى كوكب خفيف ولذيذ، كوكب الزهره كوكب الجمال انتقل اخيرا من بيته من برج الحوت راح على برج الحمل بيته الثاني، فهدي الحمد لله، والدنيا ممكن تكون عندك اروق شويه. لكن انا عارفه ان الهدوء مش هو اللي هيسود حياتك الشهر ده يا برج الجوزاء، لكن حاول ان انت تتغاضى عن المشاكل وما تكبرش المشاكل اللي انت هتمر بيها، خصوصا لحد يوم 20 5. من بعد 20 5 تقدر تعمل اللي انت عايزه، لان الشمس هتكون متواجده عندك انت، مع وجود كمان المشتري كوكب الحظ الاكبر او كوكب الحظوظ الكبرى، هو هيدي لك دعم قوي جدا، وحاول تستفيد منه على المستوى الشخصي بالذات، يعني مستوى ان انت تنمي نفسك شخصيا وتنمي نفسك نفسيا، يعني تقدر تخرج من علاقات، تقدر تفك تعلق، تقدر تعمل علاقات جديده، تقدر تكون في حياه هادئه، تقدر تبتدي شغل جديد، تقدر تعمل بزنس جديد، كل ده تقدر تعمله وتبني بلانز عشان المصالحه مع نفسك خلال ان شاء الله الفتره من اول 20 5. لكن انا بقول لبرج الجوزاء حاول تهدى جدا جدا، ما تخشش في اي حاجه جديده، حاول ان انت يكون الهدوء هو اللي بيسود حياتك، ما تخشش في مشاكل خصوصا على مستوى القانون، يعني ما تعملش محاضر، ما تخشش في مشاكل مع النيابات، ما تخشش في مشاكل قضائيه لحد يوم 20 5، لان ده مش هيكون في صالحك. حاول ان انت تكون هادئ في ردود افعالك، لان ممكن جدا ردود افعالك مع شريك حياتك بالذات تعمل شويه مشاكل، وده حاول ان انت تخرج منها، ما تحاولش ان انت تقرب في دي كتير. طبعا المكاسب الماديه اخيرا بعد خروج المريخ من عند برج السرطان بيتك الثاني خرج الحمد لله، فده برضو ادالك دعم وادالك قوه في القوه الماديه، لكن زي ما قلت حاول ان انتوا ما تخشوش في مشاكل، حتى لو في شغلك ممكن يكون في ازمات او يكون في مشاكل، حاول ان انت ما تخشش فيها، وحاول ان انت تبقى هادئ في ردودك جدا جدا. السفر ما انصحش خالص برج الجوزاء بالسفر خلال الفتره دي لحد يوم 20 5، ممكن يكون في عطله في السفر، ممكن يكون في مشاكل على مستوى السفر، الناس اللي هتقدم على فيز او تاشيرات سفر، تاشيرات سفر بلاش يا جماعه خلال الفتره دي، يعني لغايه يوم 20 5 بلاش تبتدوا بزنس جديد، بلاش تعملوا حاجه جديده، ده طبعا نصيحه، لانه الشمس موجوده في بيتك ال 12 بتدي تعب عليك يا برج الجوزاء. انت عارف ان انت كل سنه من الفتره دي بيبقى عندك تعب، حاول ان انت تتغلب على الفتره دي وتقدر تعديها ان شاء الله بالخير وبالسعاده. كان معاكم ساره فوده خبيره الفلك والطاقه والتربيه، سلام.